قبل ما تتخذ أي قرار شوف حاجتك وين وقرر. مثلا أنا أحتاج نيك مايك واحد فأشتري نيك مايك واحد، ما يحتاج أشتري 5. أحتاج كاميرا واحدة أشتري كاميرا واحدة، ما أشتري 5. أحتاج قنينة غاز واحدة أو 2، ما أروح أشتري 5. أحتاج قونية طحين واحدة لمدة شهر، ما أروح أشتري 3 و4. أحتاج كيلو طماطة واحد باليوم، ما يحتاج أشتري صندوق يومية. إذن الأزمة الاقتصادية تبدي من يزيد الطلب، من يزيد الطلب راح يصير تلاعب بالأسعار، راح يصير شحة بالمواد، كساد بالبضاعة بداخل المنازل، وشحة في الأسواق. وبالتالي الناس اللي تستغل الأزمات راح يستغلون هذا الوضع، لأن صارت أزمة، والأزمة بالدرجة الأساس منو سببها؟ المواطن. أيام كورونا كنت أشتغل بمحل بصفي علوة، وكل الناس راحت للعلوة ركض. الطماطة صار عليها سحب، البصل، البوتيتا، كل المواد الغذائية صار عليها سحب مو طبيعي. ظليت أباوع، إذا اشتريت 10 كيلو طماطة وين أوديهن؟ باكر العلوات تفتح والمحلات تفتح، فما يحتاج أروح أشتري مواد وبعدين أتندم لين اشتريتها، لأن راح تبقى بالبيت. فرحت اشتريت كيلو طماطة في وقتها، وأعتقد يعني بقية المواد كلها كيلو أو كيلو ونص أو كيلو بالزايد، ما عبرت كيلو نهائيا ولا مادة. وفعلا بعد تقريبا 3 أيام أو 4 أيام انفتحت الأسواق وسمحوا ببيع المواد، وحتى الجوالين بدأوا يوصلون لكل المناطق. فمن تروح تشتري وتخلي فلوسك كلها بالطحين والزيت والسكر وغيرها من المواد، راح تتندم بعدين لأن تحتاج فلوس في مكان آخر. تحياتي.